بسم الله، أول حاجة كده معايا بيضتين، كوباية إلا ربع من السكر، وهنعملها في الخلاط عشان تبقى سهلة علينا، رشة من الملح، شوية من الفانيليا، حابة تعمليها بمضرب الكهربا أو في العجان ما فيش أي مشكلة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الحليب البودر، وهاضيف كوباية مَيّة، ما عندكيش حليب بودر حطي كوباية حليب عادي جدًا ما فيش أي مشكلة، نُص كوباية من الزيت، وهنضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدًا، جدًا، لحد ما الخليط يكون لونه فاتح معايا والسكر يدوب، هانزل بيه في بولة بالشكل ده، وهاضيف عليه كوبايتين من الدقيق بالتدريج، دي أول كوباية، وأقلِّب كده بمضرب زي ما أنتم شايفين، حتى لو اشتغلتِ بمضرب كهربا ضربتين 2 بس وتوقّفي، ما تضربيش كتير بمضرب الكهربا بعد ما تحطّي الدقيق تمام، ودي الكوباية التانية، وطبعًا بننخله عشان يخش له هوا كده والكيكة بتاعتي تطلع هشة، وفعلًا الكيكة دي طلعت خطيرة. آخر حاجة بقى هاضيفها معايا هنا معلقة من الخل، وينفع طبعًا تضيفيها مع المكونات من الأول، تمام، بُصّوا بقى ده القوام وده الشكل بتاع الكيكة، بيبقى القوام بتاعها خفيف زي ما أنتم شايفين، جبت الصينية اللي هي بتبقى مقاس رقم 3 في طقم، صينية كبيرة في طقم 3 دهنتها بالزيت وصبيت فيها الخليط وهادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بتاخد حوالي من 30 ل35 دقيقة. تعالوا بقى نحضّر الصوص اللي هنحطه عليها من فوق، معايا هنا كوباية إلا ربع من السكر، نزلت بيها في طاسة وسِبتها كده من غير ما أحرّكها ولا آجي جنبها غير لمّا السكر يبدأ يكرمل كده، بدأت أتدخّل بمعلقة وأدوّب السكر بالشكل ده والنار هنا تكون متوسطة لحد ما السكر يدوب ويبقى معايا بالشكل ده، باضيف عليه نُص كوباية من الحليب المغلي أو المَيّة المغلية براحتك خالص، وبدأت بقى أدوّب التكتلات بالشكل ده على نار هادية لحد ما الكراميل رجع دايب معايا كلّه زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، والتكتلات فكِّت وبقى تمام، باضيف له كوباية كده من جوز الهند المبشور زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وباقلّبه وبس كده ده الصوص اللي إحنا هنحطه من فوق الكيكة بتاعتنا، تمام؟ ده شكله زي ما أنتم شايفين، خلاص أنا طفّيت النار، أول ما حطيت جوز الهند طفّيت النار، الكيكة طلعت معايا من الفرن وهي سخنة، الكيكة سخنة، بس طبعًا استوت، وهي سخنة نزلت بالخليط اللي عملناه وبدأت أوزّعه بمعلقة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين كده، هاسويه كويس في الصينية كلّها، وبعد كده هارجع أدخّله الفرن تاني، بس باكون طفيت من تحت خلاص وباشغّل الشواية، تمام، بيقعد قد إيه؟ ما بيكمّلش 5 دقايق على حسب طبعًا الشواية بتاعتِك، المهم إن هو ياخد لون بالشكل ده، باسيبه بقى يبرد خالص الكيكة بتاعتنا، وبعد كده باقطّعها وأقدّمها، بُصّوا بقى الجمال وطعمها بجد جميلة جدًا، عايزة أقول لكم الكيكة ليها طعم مميز كده خالص، اللي بيحب جوز الهند مع الكراميل هيحبها أوي، وكمان الكيكة طلعت طرية وكأنها إسفنجية، بُصّوا شكلها عامل إزاي، بجد تستحق إن أنتم تجرّبوها، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجرّبها، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير كتير، وبس كده.